سمعت في يوم عن الحرامي اللي بقى بطل شعبي بسبب لباقته وحيله الذكية. النهاردة هنتكلم عن جون نيفيسون، الرجل اللي خلع القانون وخلى السرقة فن. اهلا بيكم في حلقة جديدة ومثيرة. النهاردة هنحكي عن قصة جون نيفيسون، اللص اللي بقى معروف بلقب سويفت نيك. اتولد في انجلترا سنة 1639، كان محارب في معركة دونكيرك سنة 1658. نيفيسون كان شاطر جدا في ركوب الخيل واستخدام الأسلحة، وده ساعده في حياته كلص طريق. لكن اللي خلى نيفيسون يتميز مش مهاراته القتالية بس، بل ذكائه وحيله العبقرية. في يوم من الأيام قرر نيفيسون يسرق راكب قريب من روشستر في كنت. بعد ما نفذ السرقة كان محتاج حجة قوية عشان يثبت انه ما كانش هناك في وقت السرقة. فكر نيفيسون في خطة مدهشة، قرر يعبر نهر التايمز ويجري على ظهر الحصان مسافة 320 كيلو متر. مجنون ده في يوم واحد بس. كان رايح مدينة يورك، هناك اتكلم مع عمدة يورك وراهن على لعبة بولز معاه. الساعة كانت 8 بالليل. نيفيسون تأكد ان العمدة عارف الوقت كويس. لما اتمسك نيفيسون واتعرض للمحاكمة، العمدة شاهد انه كان معاه في يورك وقت السرقة. هيئة المحلفين ما قدرتش تصدق ان في حد ممكن يسافر المسافة دي كلها في يوم واحد، وعشان كده نيفيسون طلع براءة. نيفيسون ما كانش مجرد لص عادي، كان راجل أنيق ومهذب، كان بيعتبر نفسه فوق مستوى اللصوص العاديين. كالندر نيوجيت اللي كانت بتسجل قصص المجرمين المعروفين قالت انه كان لطيف جدا مع الجنس اللطيف او الجنس الاخر بسبب ذوقه واسلوبه. ده خلى الناس يشوفه بطريقة مختلفة، وحتى الناس اللي كانوا بيتسرقوا منه كانوا بيعتبروه شرف. مش عارف ازاي. نيفيسون بقى بطل شعبي انه كان بيسرق الاغنياء بس، وكان لطيف ومهذب في معاملاته، وده خلى قصته تبقى واحدة من اغرب واروع القصص في التاريخ. فعلا دي كانت قصة جون نيفيسون، اللص الذكي واللبق اللي بقى بطل شعبي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من قصة التاريخ المثيرة، واشوفك على خير في الحلقة الجاية مع قصة جديدة ومثيرة. سلام.